صباح الفل. تم استبعاد 716 من اشخاص ضد الدولة. في ناس كتير اعترضت على استبعادهم، من ضمنهم طبعا الاسماء اللامعة او البارزة في ال 716 دول وجدي غنيم والقرضاوي. حتى في ناس طلعت تتريق تقول ايه، القرضاوي مات الله يرحمه، حد يروح يبلغه ان هو اتشال اسمه من الاشخاص اللي ضد الدولة. وفي مسيحيين خرجوا وقالوا فعلا محتاجين وجدي غنيم يرجع لنا مصر الفترة اللي جاية، علشان هو الوحيد اللي بيكفر المسيحيين وبيقول يا جماعة لا يجوز تهنئة المسيحيين، فاحنا محتاجين حد في حياتنا يجي يفكرنا كل شوية ان في ناس معادية للدين المسيحي وبيقولوا يا جماعة الناس دي كفرة. وعايزة اقول لكم ان جاري دراسة ان هم هيستبعدوا برضو 818 اسم ايضا ممكن يتشال اسمهم، بس لسه بيدرسوا الموضوع، من اشخاص ضد الدولة. يعني ممكن نتفاجئ الفترة اللي جاية بان وجدي غنيم راجع مصر. فاكرين فترة رابعة والنهضة والقلق اللي كان هناك، صفوت حجازي اللي عمل دوجلاس وهرب واتقفش في الكمين، ووجدي غنيم اللي هرب على تركيا وكان يبث الكراهية وكان بيحرض ضد الدولة المصرية وكان يتحدث على نسور مصر. فاكرين كل ده؟ اهو كل دول اسمهم اتشال الفترة اللي فاتت وممكن يرجعوا مصر بكل سهولة. صباح الفل.